ما فضلتش على القفص بتاع الطماطم. انا ناقص اعمل طياره، اللي ناقصني اعمل طياره تمشي في الجو بس. لكن صناعه الاساس من جريد النخيل. يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ يعني ده الجريد بنعمل منه كراسي، بنعمل منه ترابيزات، بنعمل منه اقفاص بتاع الفاكهه، بنعمل منه اقفاص للفراخ وللبط، بنعمل منه فصل الشجر. بقالك كام سنه بتشتغل شغل؟ طول عمري. طول عمري بشتغل في الشغلانه دي يعني لان انا مش واخدها وراثه. ابويا كان دكتور فين؟ انا اتعلمت يعني ما اتعلمتش عند حد، انا اتعلمت خدت هوايه منه. انا بجيب جريد من رشيد، وبجيب جريد من المرج، وبجيب جريد من السويس، وبجيب جريد من الاسماعيليه، وبجيب جريد من دمياط، وبجيب جريد من هنا. بتسيبه ينشف فتره قد ايه بقى؟ ده لازم يقعد في الشمس دي بقاله 15 يوم. لكن انا عندي جريد لازم يقعد على الاقل 3 4 شهور ينشف. عشان تعرف تشتغل بيه. لا ما بيشتغل، هو دي ليه شغل ودي ليه شغل. اللي بتتخرم لازم تكون خضرا. اللي بتدق فيه العود اللي هيتدق فيه اهو لازم يكون ناشف. العود اللي هيتدق هنا اهو لازم يكون ناشف، لان العود لما يكون ناشف هيشرب ميه من العضه الخضراء، هيتخن. الحته اللي جوه الجريده هتتخن، بتعمل عشق ومعشوق. يبقى ده تخنت وده رفعت، عملت عشق ومعشوق على بعض. الكرسي ممكن ياخد منك وقت زمني قد ايه انا تصنعه؟ ممكن اعمل طول النهار كرسيين. طول النهار. طول النهار كرسيين 2 بس. اثنين بس وما يتوصلش كمان. انا اول ما جبت جريد كنت بجيب الجريد بخمس قروش. ب5 قروش. النهارده ال1000 جريده بجيبه من رشيد ب6000 جنيه. نسيت بقى الجريد ينشف ازاي الجريد لازم يجي بيجي اخضر، لازم يفضل مصلوب على الحيطه لمده 15 يوم عشان ينفع يتخرم زي ما بخرم كده. وبعدها تبدا تشتغل. وبعدين نشتغل. الترابيزه بتاخد منك بقى كام جريده الترابيزه بتاخد لها من 25 ل 30. والكرسي؟ من 25 ل 30. الشغلانه دي بالنسبه لي هي تعتبر حياه الواحد، لانني نشأت فيه وقعدت طول عمري اشتغل فيه، ولذلك طورت نفسي. ما فضلتش على القفص بتاع الطماطم. انا ناقص اعمل طياره، اللي ناقصني اعمل طياره تمشي في الجو بس. لكن انا بعمل كل حاجه بفضل ربنا يعني.